وصل الشقيقان اليمنيان عمار وعمرو العنسي إلى دولة قطر بعد أن انطلقا من صنعاء على متن دراجتيهما الهوائيتين في رحلة استمرت 39 يوما، وذلك لتشجيع المنتخبات العربية في كأس العالم. هذا وقاد الشقيقان مغامرتهما تحت شعار عالم واحد وطن واحد. وكانت إدارة النادي الأهلي اليمني حررت مذكرة رسمية للاعبين بهدف تسهيل الإجراءات في الحدود، بما يسهم في تحقيق حلمهما ومشوارهما الصعب في تجاوز المسافات وقطعها لحضور مونديال قطر. وحظي المغامران اليمنيان لدى وصولهما باستقبال واسع من قبل الجهات المختصة بتنظيم المونديال العالمي في الدوحة، وأبناء الجالية اليمنية وسط إعجاب واسع بما قاما به.